السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتكم كويزين سارة. كنتمنى تكونوا بألف خير وصحة جيدة ورمضان مبارك عليكم. اليوم كنقترح عليكم عصير صحي بدون سكر بدون حليب أو مشتقات ديالو، عصير منعش ومغذي خاصة للناس اللي كيحسوا بالإرهاق وبالعيا في الصيام ديالهم وما كيقدروش يكملوا نهارهم، واللي غالبا كيكونوا كيعانيوا من فقر الدم أو شي نقص حاد في الفيتامينات والمعادن. فهاد العصير هذا خاص يكون مرافق لهم طيلة شهر رمضان لما فيه من فوائد صحية، وأيضا باش يكتسبوا القوة والطاقة باش يكملوا نهارهم. فبلا ما نطول عليكم أكثر وندوزو مباشرة المقادير وطريقة التحضير. وبسم الله على بركة الله. هاد المقادير اللي غادي نعطيكم غتخرج لكم تقريبا 2 لتر ديال العصير، نتوما غديروا الكمية اللي غتناسبكم. فهنا عندي 5 الحبات صغار ديال البربه اللي بخرتها باش ما تفقدش الفوائد ديالها، وهنا عندي 4 الحبات ديال الخيزو حتى هو بخرته، عندي 5 الحبات ديال البرتقال الخاص بالعصير، وهنا عندي حبه وحده ديال التفاح، ممكن ديروا 2 اولا تعوضوهم بالبنان. وصافي هنا كناخذ البرتقال وكنقشرو، من بعد كنزول ليه هذيك القشره البيضاء باش ما تعطيش المروره. فبالنسبه لهاد المكونات اللي في هذا العصير فهما من بين اكثر الفواكه والخضار اللي فيهم الفيتامينات والمعادن المفيده للجسم، فحاولوا تدخلوهم في اي عصير حضرتوه باش تستافدوا من الفوائد ديالهم. وصافي هنا كنقطع البرتقال بهذا الشكل هذا، نتوما ممكن تعصروه بشكل عادي في العصاره الكهربائيه او اليدويه. وصافي هنا كنوضع القطع ديال البرتقال في الخلاط الكهربائي وكنضيف عليهم كأس عنبه ديال الماء وكنطحنهم مزيان. هنا من بعد ما طحنت البرتقال كنصفيه بواحد الصفايه رقيقه بهذه الطريقه هذه. وصافي هنا من بعد ما صفيت العصير ديال البرتقال كنرجعو للخلاط الكهربائي وكنقطع الخيزو اولا الجزر لدوائر بهذا الشكل هذا وكنضيفهم على العصير ديال البرتقال. وهنا كنقشر البربه حتى هي وكنقطعها وكنضيفها على عصير الليمون والخيزو. وكما سبق وقلت لكم من الاحسن الخضر تكون مبخره باش ما تفقدش الفوائد ديالها. وهنا كنقشر التفاحه وكنقطعها حتى هي القطع صغيره، ممكن نتوما تضيفوا حتى البنان كيجي المذاق ديالو زوين مع البربه. وصافي هنا كنحلي العصير ديالي بجوج معالق كبار ديال العسل الحر باش هكا يبقى عصير اللي صحي، واللي ما توفرش ليه العسل ممكن يضيف السكر سنيده. وصافي كنطحن جميع المكونات جيدا حتى ما كتبقاش تبان القطع ديال هاد الخضر والفواكه في العصير. وبالنسبه للناس اللي غادي يجيهم خاسر او لا ثقيل فممكن يضيفوا الماء او لا يضيفوا عصير البرتقال بالزيت. وهذا هو العصير ديالي من بعد ما طحنته، قدمته هكا في كؤوس اللي زينت الجوانب ديالهم بالكوك لانه كيعطي منظر زوين في التقديم. وبالنسبه للعصير فكيجي رائع ولذيذ، ممكن هكا تقدموه يا اما مع وجبه الافطار او وجبه السحور، وهكا غادي تحسوا براسكم خديتوا حاجه مغذيه ونهاركم غيدوز مزيان وكله طاقه وحيويه. فكنتمنى انكم تجربوه وانه ينال الاعجاب ديالكم. وهنا غادي نقول لكم مع السلامه ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.